أسعار الغازوال تهبط إلى أقل من 10 دراهم لأول مرة منذ سنة 21 و2000. لوحات الأثمنة في محطات توزيع البنزين هذا الصباح تؤكد هذا التراجع. الصورة من الدار البيضاء معك أمين حدو في المتابعة جليلة بن فتان. في سابقة لم تسجل منذ سنوات كسر حاجز 10 دراهم للتر الواحد سعر الغازوال، مؤشرة عرضتها معظم اللوحات الإلكترونية للعديد من محطات الوقود هذا الصباح. انخفاض رحب به العديد من المواطنين، خاصة وأن أسعار الغازوال ظلت منذ سنوات عدة تزيد عن 11 درهما للتر الواحد. بهذه 4 سنين من كورونا ما هبطش على 10 دراهم. دابا فاش هبط كنتمنى انه يبقى في هذا الثمن ولا يزيد هبط اكثر، ما كرهناش. المازوت راه مزيان الفلاحه، مزيان الناس اللي خدامين اللي كيمشيو يجيو كيفون لي فايفيان مزيان. هذا الانخفاض من شأنه أن يكون له تأثير ملموس على الحياة اليومية للمواطنين ومستعملي الطريق كمهني سيارات الأجرة بصنفيها الصغيرة والكبيرة. الحمد لله هذه بادرة حسنة للمازوت ولا كينقص شوية. المهنيين السائقين المهنيين كانوا كيعانيوا واحد معاناة يرثى لها، والحمد لله. إلا طاح المازوت كيشيط لينا شوية باش نعيشوا حنا ووليداتنا. إلا ما طاحش المازوت راه ما كاين والو. هو تراجع يكتسي أهمية استراتيجية بالنظر إلى أن مادة الغازوال هي العصب المحرك لقطاع النقل والإنتاج في المملكة والأكثر استهلاكا من قبل المهنيين والأسر. تراجع سينعكس لا محالة على مختلف الخدمات المقدمة للمواطن ببلادنا. وفي أفق تشريعيات سنة 26 و2000 فتح باب مراجعة